العمليات على الأعداد الحقيقية. أولاً، خواص جمع الأعداد الحقيقية. خواص جمع الأعداد الحقيقية: خاصية الانغلاق، خاصية الإبدال، خاصية الدمج، خاصية الصفر هو العنصر المحايد الجمعي، خاصية وجود معكوس جمعي لكل عدد حقيقي. هنتناول كل خاصية بالتفصيل إن شاء الله. أولاً، خاصية الانغلاق. خاصية الانغلاق. معنى خاصية الانغلاق: إذا كانت العدد ألف أو إذا كان العدد ألف ينتمي إلى حاء والعدد باء ينتمي إلى حاء، فإن ألف زائد باء ينتميان أيضا إلى إلى حاء، يعني مجموع عددين حقيقيين هو عدد حقيقي. معنى خاصية الانغلاق أي أن ناتج جمع عددين حقيقيين هو عدد حقيقي. فمثلا كلا من العدد يا بطل 3 والعدد 1 زائد جذر 2 والعدد سالب 2 زائد جذر 5 و2 زائد الجذر التكعيبي للثلاثة، كل منها أعداد حقيقية. يبقى العدد موجب 3 عدد حقيقي، وأيضا 1 زائد جذر 2 أيضا عدد حقيقي، وأيضا سالب 2 زائد جذر 5 عدد حقيقي، و2 زائد الجذر التكعيبي للثلاثة عدد حقيقي. خاصية الإبدال. خاصية الإبدال: إذا كان العدد ألف ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية والعدد باء ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، فإن ألف زائد باء بتساوي باء زائد ألف. يعني يا بطل بدلت موضع العددين، هنا الألف كان في البداية أصبح فين؟ تاني عدد. هنا العدد باء كان ثاني عدد أصبح أول عدد. يبقى ألف زائد باء يساوي باء زائد ألف. يبقى خاصية الإبدال محققة في جمع الأعداد الحقيقية. فمثلا 2 زائد الجذر التربيعي للثلاثة يساوي الجذر التربيعي للثلاثة زائد 2. هنا بدلت موضع العددين، كان جذر 3 الثاني أصبح الأول هنا، والعدد 2 كان في البداية أصبح العدد الثاني. وكذلك 3 ناقص الجذر التربيعي للخمسة بيساوي سالب الجذر التربيعي للخمسة زائد زائد 3، لأن الثلاثة إشارتها موجبة والجذر 5 إشارته هنا؟ إشارته سالبة. سالب جذر 5 أصبح هنا سالب جذر 5 زائد كام؟ زائد 3. خاصية الدمج. خاصية الدمج: إذا كانت الأعداد الحقيقية ألف تنتمي لحاء والباء تنتمي لحاء والجيم تنتمي لحاء، يعني عندك 3 أعداد حقيقية ألف وباء وجيم، كل منها ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. فإن ألف زائد باء دول جوا قوس عددين، أول عددين مجموعين داخل قوس، زائد العدد الثالث، يعني تجيب ناتج جمع العددين اللي جوا القوس وتضيف الناتج على العدد على العدد جيم. ده بيساوي لو انت جمعت العدد الثاني مع الثالث، يعني جمعت الباء مع الجيم وضفت الناتج للعدد الأول اللي هو العدد ألف، اللي هو بيساوي ألف زائد باء زائد جيم. وخاصية الدمج بتسهل جمع 3 أعداد حقيقية أو أكثر. فمثلا عندنا يا بطل الأعداد 3 زائد جذر 2 زائد 5، كم عدد؟ 1 2 3. ممكن أجمع العدد الثاني مع العدد الثالث، يبقى هطلع العدد الأول بره اللي هو 3، هقول 3 زائد واجمع الثاني اللي هو جذر 2 زائد 5. ممكن واحد يبدل يقول هجمع العدد الثاني، خلي بالك هبص بدلها 3 زائد 5 زائد كام؟ جذر 2. عملت عملية إبدال. عملت عملية هنا؟ عملت عملية إبدال. يبقى هنا استخدمت خاصية الدمج، هنا سويت عملية إبدال، يعني جبت الخمسة مكان جذر 2 وجذر 2 مكان مكان الخمسة هنا، علشان تقرب الأعداد الصحيحة لبعض، علشان تعرف تجمعها. بعد كده هجمع يا بطل، هجمع 3 مع 5، يبقى أقول ده بيساوي 3 زائد 5. كده استخدمت خاصية الدمج. زائد جذر 2. طيب 3 زائد 5 يتجمعوا؟ أيوة يتجمعوا.
3 زائد 5 يديك كام؟ يديك 8 زائد جذر 2. 8 زائد جذر 2. خاصية الصفر هو العنصر المحايد الجمعي. إذا كان العدد ألف ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية فإن ألف زائد صفر يا بطل بيساوي صفر زائد ألف بيساوي ألف، يعني العدد صفر ولا زود ولا نقص من قيمة العدد ألف. يبقى الصفر هو العنصر المحايد الجمعي في مجموعة الأعداد الحقيقية. فمثلا الجذر التربيعي للخمسة زائد الصفر ده بيساوي الصفر زائد الجذر التربيعي للخمسة بيساوي الجذر التربيعي للخمسة. خاصية وجود معكوس جمعي لكل عدد حقيقي. أي عدد حقيقي له معكوس جمعي. يقول لك لكل ألف تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني لكل عدد حقيقي يوجد له معكوس جمعي. يوجد له معكوس جمعي. يبقى لكل ألف تنتمي لحاء يوجد سالب ألف العدد سالب ألف أيضا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، حيث أن العدد زائد معكوس الجمعي يساوي معكوس الجمعي زائد العدد يساوي صفر. يبقى العدد زائد معكوس الجمعي الناتج الناتج صفر. فمثلا الجذر التربيعي للعدد 3 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، معكوس الجمعي هو سالب الجذر التربيعي للعدد 3 أيضا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، بحيث الجذر التربيعي للألف زائد سالب الجذر التربيعي أو الجذر التربيعي للثلاثة زائد سالب الجذر التربيعي للثلاثة ده بيساوي سالب الجذر التربيعي للثلاثة زائد الجذر التربيعي للثلاثة بيساوي بيساوي صفر. وأيضا لو قلت سالب 2 زائد 2 يديك يديك صفر. تمام يا أبطال؟ تمام. تدرب. بيقول أكمل لتحصل على عبارة صحيحة. رقم 1 الجذر التربيعي للاثنين زائد 5 بيساوي 5 زائد نقط. هنا هستخدم خاصية يا بطل خاصية الإبدال، يعني كتب الخمسة في البداية هنا، هي كانت تاني عدد، كان أول عدد جذر كام؟ جذر 2، يبقى هيصبح العدد الثاني هنا، يبقى هتحط جذر 2 على على النقط، يبقى زائد جذر 2. رقم 2 بيقول الجذر التربيعي لل11 زائد سالب الجذر التربيعي لل11، العدد زائد معكوس الجمعي، الناتج على طول وانت مغمض الناتج بيساوي يا بطل بيساوي صفر. يبقى الجذر التربيعي للعدد 11 زائد سالب الجذر التربيعي للعدد 11 الناتج الناتج يساوي صفر. رقم 3 بيقول لي 7 زائد الجذر التربيعي للثلاثة بتساوي 5 زائد نقط زائد نقط. هنا جذر التربيع للثلاثة ينزل زي ما هو هنا يا بطل، ينزل زي ما هو، يبقى احط الجذر التربيع للثلاثة لان ما فيش الا هو فين؟ في الطرف الايمن، يبقى نزلته هنا داخل القوس. هو هيفكك السبعة الى حقائق جمعها. السبعة بتساوي 5 زائد كام؟ 5 زائد 2. 5 زائد كام؟ زائد 2. هتطرح الخمسة من السبعة يبقى الناتج كام؟ الناتج 2. تحطه هنا يا بطل، يبقى احطه على النقط، احط 2. رقم 4 بيقول لي المعكوس الجمعي للعدد الجذر التكعيبي لل8 هو، خلي بالك انت هتحط سالب الجذر التكعيبي لل8. اجابتك صحيحة، بس ممكن ما تلاقيش هذه الإجابة فين؟ في الاختيارات لو السؤال على هيئة اختر الإجابة الصحيحة. طيب ايه بديل السالب الجذر التكعيبي لل8؟ انت عندك الجذر التكعيبي لل8 بيساوي 2، يبقى المعكوس الجمعي للعدد 2 هو سالب 2، يبقى هتكتب هو سالب 2 أو سالب الجذر التكعيبي لل8 اللي هو بيساوي سالب سالب 2. رقم 5 المعكوس الجمعي للعدد 1 ناقص الجذر التربيعي لل2. هنا العدد عبارة عن مجموع عددين أو طرح عددين. عندك حدود هنا أعداد مختلفة، يعني 1 ده عدد نسبي والجذر التربيعي للاثنين عدد غير نسبي، وناتجهم هم على بعضهم يديك عدد حقيقي، يديك عدد عدد حقيقي. طب انت عايز المعكوس الجمعي لعدد نسبي وعدد غير نسبي في نفس الوقت وهما الاثنين بينهم ناقص.
غير إشارة العددين، غير إشارة العددين. يعني العدد واحد إشارته موجبة هتخليها إيه؟ هتخليها سالب، يبقى هتخليها سالب واحد. العدد جذر 2 إشارته سالبة، اللي قدامه سالب، يبقى هتخليه موجب جذر 2، موجب جذر 2. أحيانا تلاقي المسائل دياتي فين؟ في مسائل اختر. لو هو سؤال في أكمل يكفيك الإجابة دي. طب لو هو سؤال في اختر هتبحث في الاختيارات الأربعة اللي هي موجودة. ممكن ما تلاقيش الاختيار اللي هو سالب واحد زائد جذر 2، تلاقي البديل له، اللي هو بيساويه. هيبدل يا بطل، هيبدل موضع العددين، يعني هيحط جذر 2 في البداية ناقص ايه؟ ناقص 1. خلي بالك، انتبه، السؤال ده سؤال امتحانات، السؤال ده موجود في الاختبارات. 1 ناقص جذر 2 معكوس الجمعي هو سالب 1 زائد جذر 2. غيرت إشارات العددين، غيرت إشارة الواحد وغيرت إشارة جذر 2. الواحد موجب هتخليها سالب، وجذر 2 إشارته سالبة هتخليها موجب. لو لقيت الاختيار ده موجود في الاختيارات يا بطل اختاره. طب تبحث عن البديل، ده البديل بتاعه اللي هو بيساويه، اللي هو جذر 2 ناقص كام؟ ناقص 1. نشوف السؤال رقم 6. بيقول الجذر التربيعي للثلاثة زائد سالب الجذر التربيعي للثلاثة. العدد زائد معكوسه الجمعي وانت مغمض بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. بيساوي صفر. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 7. بيقول هنا يا بطل 7 زائد الجذر التربيعي للخمسة ناقص 3. هتاخد السبعة مع الكام؟ مع السالب 3. هتجمع ايه؟ كأنها حدود متشابهة، لأن الجذر التربيعي للخمسة مفيش عدد زي. هنا ده عدد نسبي وده عدد نسبي، ده عدد غير نسبي، ده عدد غير ايه؟ نسبي. يبقى هتجمع دول مع بعض، تجمع الأعداد النسبية مع بعض أو تطرحها من بعض. يبقى تقول 7 ناقص 3. 7 ناقص كام؟ 3. يبقى أول شيء أستخدم خاصية إيه؟ خاصية الدمج، خاصية الدمج. أو بعد كده تستخدم خاصية الإبدال، بعد كده تستخدم خاصية الدمج تاني، بعد كده تستخدم إيه؟ التبسيط. أنت على طول تحلها مرة واحدة، تقول إيه؟ 7 ناقص 3 زائد جذر 5، زائد جذر 5. 7 ناقص 3 كام؟ 4. يبقى 4 زائد جذر ايه؟ زائد جذر 5. نشوف السؤال الأخير اللي معانا. بيقول لي 4 زائد الجذر التربيعي للسبعة زائد 3 ناقص الجذر التربيعي للسبعة. هنا هجمع الحدود المتشابهة، الأعداد النسبية مع بعض والأعداد غير النسبية مع بعض. وعندك ده جذر 7 وده جذر 7، ده موجب وده سالب، هيضيعوا مع بعض لأن بين القوسين ايه؟ موجب. الإشارة الموجبة مش متغير في إشارات القوس اللي بعدها، في إشارات القوس اللي بعدها. يبقى أنت يا بطل هتجمع الأربعة مع الكام؟ مع الثلاثة، وتجمع موجب جذر 7 مع سالب جذر إيه؟ جذر 7. يبقى أنت هتقول يا بطل ده بيساوي 4 زائد 3 يا أستاذ، دول جوه قوس، زائد جذر 7 ناقص جذر 7. 4 زائد 3 كام؟ 7، زائد جذر 7 ناقص جذر 7 بصفر. يبقى 7 زائد صفر يا أستاذ يساوي 7. يبقى الناتج كام؟ الناتج 7. لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، دعما منكم لكي نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.